السلام عليكم، معكم احمد جي تي اس. يا اهلا بجيش الفخامه. مقطع جديد اليوم. مقطعنا اليوم عن فخر العرب وسوريا سامي زين ونزال لقب القاره ضد جنرال الحلبة جونثر. مع اقتراب راسل مانيا 40 اكس ال حبيت اعمل لكم مقطع عن فخر العرب سامي زين، ونبدا نعطيكم معلومات اساسيه. اول شيء عن سامي زين: رامي السبيعي الملقب بسامي زين، كندي الجنسيه واصله سوري من محافظه حمص، مواليد 1984، يعني عمره تقريبا رح يدخل ال40. مصارع حاليا داخل الدبليو دبليو اي، ومسبقا كان باتحاد ار او اتش تحت اسم الجينيريكو. كان مسبقا ب ان اكس تي قرابة 3-4 سنين، وبعدها انتقل للعروض الرئيسية سماك داون والرو. سامي زين عنده انجازات كبيرة داخل مسيرته، ورح نذكر اهمها منها 3 مرات بطل القارات الانتركونتيننتال تشامبيون بالدبليو دبليو اي، مرة بطل الان اكس تي، مرة بطل التي في لاتحاد اورا اتش، مرة بطل الفرق لاتحاد ار او اتش، واخر شيء واللي يعتبر الاهم وهو بعرض راسل مين الماضي الاندسبيوتد تاج تيم تشامبيون مع كيفن اوينز براسل مين 39 ضد الاوسو. سامي زين نزاله رح يكون ضد الوحش جنرال الحلبة جونثر، صاحب الرقم القياسي لحامل لقب القارات. فأول شي نبدأ بسؤال مهم: هل سامي زين قادر يكون الشخص يلي يكسر رقم جونثر وينتصر عليه؟ سامي زين تعب كتير ليوصل للمكان يلي هو فيه، سواء كان اندردوغ او المظلوم او اي صفة ممكن نحطه فيها. وشفنا كيف نافس رومان رينز ونافس سيث رولينز. هو بيصنف حاله الزلمة على انه مصارع لقب عالم، مين ايفنتر لقب عالم. وبنزال الجاونتلت انتصر على برونسون ريد، وبعدها على ناكامورا، وبعدها ضد تشاد جيبل، بعد ما حرفيا الزلمة انتهى وقدم نزال بصراحة حلو يعني. طبعا اسف صوتي رايح، ولكن شوية حساسية. سامي زين يستحق لقب القارات ويستاهل حتى لقب العالم، ومعظمنا اتمنى انه يكون الحدث الرئيسي لراسل مين 39 بين رومان رينز وسامي زين بعد الخيانة اللي صارت برويال رامبل، ولكن للأسف راح لألقاب الفرق ضد الأوسو، وعمل بصراحة نزال يعني رهيب أخذ عليه 5 نجوم. فسامي زين بنى اسمه بآخر فترة قبل 2 لحد الآن من بداية دخوله للبلود لاين، ورفع من اسمه كتير. لو مثلا نزال القارات كان نزال سلالم ضد 5 مصارعين، يعني مثل ما كانوا يعملوا براسل مينا من قبل، فاحتمالية انتصاره رح تكون قليلة بالنسبة إلي وبالنسبة لكتير ناس، رغم اني بتمنى انه ياخذ لحظته الزلمة، ويعني الزلمة بصراحة تعب وبيستاهل. ولكن النزال فردي وضد واحد من افضل مصارعين الاتحاد حاليا واسمه كبير، هو جونثر وارقامه خلال فترة احتفاظه، رغم الاسماء يلي ما كانت كبيرة بهالقدر، الا يعني فينا نقول درو ماكنتاير وشيمس كانوا اكبر الاسماء، الا انه فعليا الزلمة قدم نزالات اسطورية ونزالات 5 نجوم، واثبت انه فعلا بطل لا يهزم وبدون مساعدة الامبريوم حتى، رغم انه بشخصية الهيل. يعني بالمقارنة مع رومان رينز يلي فعليا البلود لاين كانوا شايلينه بفترة دفاعاته عن اللقب، الا انه جونثر كان يصارع لوحده، فبطل صعب ينهزم. ولحظة خسارته بصراحة بعرض راسل مانيا في حال كانت او باي عرض رح تكون صدمة بالنسبة لي لكثير ناس اكثر من رومان رينز نفسه، لان معظم الناس ايقنت انه جونثر ما رح ينهزم. وغير هيك جونثر رفع من لقب القارات، حتى صار داخل عقلنا انه هذا الزلمه انديفيدد ما رح يخسر اللقب مطلقا. كنا متوقعين بعودة درو ماكنتاير بموني ان ذا بانك وهزمه بسمر سلام نزال فردي، فالرجل رسخ بعقول المشاهدين انه صعب يخسر حتى بالراسل مانيا نفسها. يعني السنه الماضيه كان نزال درو ماكنتاير ضد شيمس ضد جونثر، وتوقعنا انه شيمس رح يصير جراند سلام او ممكن درو ماكنتاير ياخذ فرصته، وبالاخير جونثر حافظ واحتفظ لحتى راس المينا هي السنة. فالزلمة يعني صعب انك تتوقع انه يخسر مع اي مصارع. هل سامي زين بمستوى جونثر او اسم مناسب ليسقط جونثر؟ مع اني اكيد بحب سامي زين وبتمنى له يكون بطل عالم حتى، ولكن بمجال المصارعة او داخل الدبليو دبليو اي سامي زين مو مناسب يسقط جونثر. سامي اوكي انا معكم انه يسقط سيث رولينز، كان افضل بكتير حتى، او حتى رومان رينز بالسيناريو اللي كان بالبلود لاين، ولكن لقب القارات وجونثر محتاج شخص تاني، محتاج شخص مثل شيمس او بوبي لاشلي او اي جي ستايلز، او حتى يعني مصارع هيفي تقيل يعادل جونثر.
يعني حتى لو قلنا تشاد جيبل، بصراحة تشاد جيبل بيستحقها. الزلمة تعب كتير وكان لازم ياخذ لحظته براس المانيا، وبصراحة اتمنى انه ينضاف للنزال ويطلع تهديد ثلاثي، يعني يكون ثلاثي. حتى لو اخذ اللقب كمان تشاد جيبل بيستحق. فخصم جونثر يلي لح قصقته في حال كان براس المانيا بده دراسة قبل وبعد الخسارة حتى. ماذا بعد فوز سامي زين باللقب؟ هل سامي زين قادر يبقى رافع قيمة اللقب أو ينزل مستواه؟ فكتير مصارعين بياخدوا اللقب للأسف بينزلوا من مستوى اللقب، وفي منه بيقدر يرفعه. هذا الشي ما بتوقعه مع سامي. ممكن نشوف اوبن تشالنج بكل عرض رو، فسامي قادر يبقي قيمة اللقب عالية أو كبيرة في حال انتصر طبعا على جونثر، لأن قيمة واسم سامي زين كبيرة ومختلفة. وهذا الشيء للصراحة ما بشوفه بتشاد جيبل، يعني اسم تشاد جيبل ما بيتقارن مع سامي زين، ولكن تشاد جيبل يستحقه. طيب ماذا بعد خسارة جونثر؟ هل جونثر رح يروح للقب العالم مباشر؟ هذا الشيء ما بتوقعه مطلقا، خصيصا انه صراع اللقب العالم للوزن الثقيل داير بين عدة اشخاص، ودخل حتى ضمن قصة البلود لاين نفسها. فجونثر في حال خسر اللقب اتوقع يتجه لصراع مثلا، او ممكن يغيب شهر تقريبا يريح، يرجع للصراع مع اي مصارع يبني اسمه عليه مرة تانية، يرفع من اسمه، او ممكن نشوف تفكك الامبيريوم يعمل صراع معهم هيك لنروح لعرض باش ات برلين. ساعتها ممكن جونثر ينافس على لقب العالم. طيب في حال خسارة سامي زين للفرصة، شو القادم لسامي زين؟ بصراحة وهون تحديدا راح احكي ليش انا بالنسبة لي سامي زين ما لازم ينافس على القارات. كان من الافضل انه تشاد جيبل يروح ينافس على لقب القارات حتى لو كانت بنزال ثلاثي ويكسب اللقب، ووقتها نشوف خسارة سامي زين وبناءه لشخصية تانية ليروح لموني ان ذا بانك بمونتريال كندا وياخذ الحقيبة، وبعدها يصرفها ممكن على درو ماكنتاير، لانه فعليا كان في عداء بين درو ماكنتاير وسامي زين. فرصة مناسبة كثير لسامي انه هو الاحق بصراحة انه ياخذ الموني ان ذا بانك، او حتى سيث رولينز في حال سيث رولينز حافظ بالرسلمانيا. فسامي زين افضل للحقيبة من لقب القارات، ونزاله مع جونثر اتوقع في حال تم التخطيط مثل ما عم فكر رح يكون نزال تسليكي براسلمانيا لجونثر، وهذا رح يكون فشل كبير لعرض راسلمانيا، خصوصا انه نحن محتاجين نزال يكون 5 نجوم. اكيد رح يكون في نزال 5 نجوم ممكن يعملوه جونثر مع سامي زين، ممكن جاي وجيمي اوسو، ولكن تشاد جيبل ضد جونثر رح تكون نزال رهيب جدا. نتوقع خسارة جونثر ساعتها، واكيد رح يكون نزال 5 نجوم. وقبل ما انهي الفيديو، سامي زين يستاهل لحظة قوية براسلمانيا، وشفنا كيف السنة الماضية اخذ 3 من افضل لحظات العام الماضي. الاولى ضد رومان رينز بإليمينيشن تشامبر بمونتريال، الثانية بعد فوزه بألقاب الفرق براسلمانيا مع كيفن اونز ضد الاوسو، والثالثة بعرض السعودية نايت اوف تشامبيونز بعد ما هزم رومان رينز. وغير هيك سامي زين مصارع عربي وسوري، وانا اكيد بتمنى له انه يكسب اللقب ضد جونثر اكيد، يعني يسقط الجنرال، ولكن انا الطريقة رافضة، لان بنظري سامي زين مستواه اعلى وبيستاهل لقب عالم، واتمنى انه يروح للحقيبة وياخدها ويصرفها هاي السنة على درو، على سيث، على دامين بريست، ونشوفه بطل عالم للوزن الثقيل. هذا كان مقطعنا لليوم. طبعا كل حدا له آراءه بالنزال يعني، وانا برجع اكرر واقول اني اتمنى سامي زين ياخذ لحظته براسلمانيا حتى لو على جونثر. سامي زين يستاهل، وانا مع فوز سامي زين، ولكن في احق منه، وسامي احق بلقب عالم لانه اسمه كبير، وبالاخير هو سوري من بلدي، واتمنى له كل خير. ما تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واعطونا آراءكم بالتعليقات حول الموضوع هذا. كان معكم احمد جي تي اس، والسلام عليكم.